كده ان الراجل جاي ومقرر ان هو يعني يحط ايده في ايدينا. انا مش شايفه ان مصر هتتغير بالبرادعي وبس، مصر هتتغير بالمصريين، مصر هتتغير بالمصريين. مش عايزين بقى حكايه انه نرمي يعني نريح ضمايرنا كده انه البرادعي هيغير. طب هو هيقدر؟ هو ليه؟ احنا اللي نقدر. احنا بس بنقول له احنا معاك، فكر وناقشنا وبكل خبرتك الدوليه وبحنكتك السياسيه. هو شغل منصب رفيع المستوى شديد الصعوبه وقبل بلاء حسنا، وهو شخصيه دوليه لها احترامها في المحافل الدوليه. احنا كل يوم باستمرارنا هنكبر وهنزيد وهنشوف مصر ان شاء الله افضل. مصريين ضد الفساد. الكلام ده في الرأي العام، هل نختار ان احنا الفترة الجاية نعمل على رصد الفساد ولا نحاول التغيير؟ هل هنهدم كل ده؟ انا مانيش، انا لا انا حزب ولا انا مؤسسة صحفية عندها الامكانيات اللي تقدر تفجر قضايا فساد وتكشفها. انا كل اللي بعمله ان انا بشتغل على الاتفاقية الدولية لمحاربة الفساد، بعمل ترويج ليها. وفرصة دلوقتي وانا معاك اقول لك اسمها الأونكا UN Convention Against Corruption، وزي ما كتبت في الدستور انه دي اجمل معزوفة ضد الفساد. ومن اساسيات الاتفاقية انه كل مواطن له دور في الابلاغ عن الفساد ومحاربته، وبنضغط على الحكومة المصرية لتفعيل الاتفاقية. وادواتنا من اول جائزة المحارب المصري ضد الفساد اللي عملناها على مدى 4 سنوات، وكل يوم 9 ديسمبر اليوم العالمي لمحاربة الفساد. مفيش حد يقدر يعمل كل حاجة، زي وجود مؤسسات كثيرة. وأدينا النهاردة يوم جميل حضاري للغاية، يا رب يتممه على خير. حضور أكتر من المتوقع. خصوصا مع حالة الترهيب والإحساس. أنا كنت متأكدة إنه مش هيدخلوني، وبعد ما اتقبض امبارح على شباب 6 ابريل انا قلت لا، هيبقى فيه. وهم في الجرايد عملوا احد الصحف القوميه انه في 6000 جندي امن. ايوه هو بالظبط كده. قالوا 6000 جندي امن مركزي موجوده في المطار علشان يرهبونا، بس الحمد لله ادينا موجودين. واضح ان احنا يا جماعه ما احناش قليلين، واضح ان كلمتنا مسموعه، واضح انه كمان البرادعي بشخصه كانت هتبقى فضيحه دوليه انه يضربونا او يعملوا فينا. طب سؤال اخير. ايه بتقول ايه؟ بقول لحضرتك سؤال. تفتكري حضرتك لو البرادعي وصل لمصر وشاف الحاله بتاعت مصر السياسيه، هل هيقدر يكمل وسط الضغوط في عدم تغيير الدستور وعدم اي صلاحيه؟ انا مش عاجبني قوي الكلام الساذج حوالين اصله مش في مصر. ولو شاف مصر معروفه على الانترنت، مصر معروفه على اليوتيوب. بس انا ممكن ادرس مصر واعرف هو جاي وعارف. هو انا اعرف من مقربين له ومن الحوارات اللي قريتها له في الشروق انه من اكثر ما جرح دكتور البرادعي في الحمله دي لما دكتور مفيد شهاب اللي هو يعني زميل يعني وليهم تاريخ مع بعض، انه يرأس حمله لتشويه البرادعي. فهو شايف وعارف الخراب اللي في مصر، هو عارف وقارئ وقاري اكتر مني ومنك، وكل حاجه معروفه يا جماعه. اللي انا اقصده النظره العامه، اي حد خارج مصر بيبص لمصر نظره مختلفه. ده كلام ساذج. هو يعني العالم دلوقتي اصبح عالم واحد. انا ممكن ابقى بره مصر، التيشيرت اللي انا لابساها دي ده مواطن مصري عايش في امريكا عملها مش عارف هيوديها فين، وصلت لي انا نفسي ما اعرفوش، وقال انا في الجانب الاخر
اخر من العالم وبيعمل تيشيرت عايز يعمل حاجه. يعني في مصريين كتير عايزين يعملوا حاجه، وكلنا عارفين سواء جوه مصر بره مصر، احنا عارفين الاوضاع في مصر يعني من خلال الاعلام والكاميرات البسيطه دي والموبايلات والاذاعات واليوتيوب، كلنا عارفين كل حاجه يا جماعه. انا ممكن ابقى قاعده في بيتي اتفرج بس على القنوات والفضائيات عشان اعرف ايه اللي بيحصل في مصر. ده كلام فاضي، وبيقرا ابحاث كمان. احنا شايفين ان على المستوى الجماهيري الدكتور البرادعي يعني بتأيده بشكل كبير جدا. على المستوى على الجانب القانوني ممكن ده كل الكلام ده يتعبر بس اشياء قانونيه. هو قانوني، هو الراجل قانوني وقال لك درست 5 سنين. ليه احنا معتبرين النظام المصري ده جبل المقطم؟ ده جبل المقطم بيقع يا جماعه. يعني ليه احنا مهزومين ويائسين وعمالين نيأس في نفسنا من قبل ما نبتدي؟ احنا لسه في اول خطوه. انا وقفت مع عدم الشباب يقول لك بس طب فين الفنانين؟ قلت طب فين المذيعين؟ طب ما انا اعلاميه وموجوده. وفي يوم من الايام قريت نشره الاخبار في القناه الاولى لمده 20 سنه والفضائيه المصريه وخارجه من الاذاعه المصريه، وانا اهو موجوده في وسطيكم وبقول انه مصر لازم تتغير. يعني ليه عايزين نبص للجزء الفاضي من الكوبايه؟ احنا للاسف ده مرض، الخوف مرض واليأس مرض، لازم الناس تتعالج منه. وبعدين انا يعني شايفه انه انا بعمل اللي عليا، انا زي الفلاح بالظبط، هزرع الزرعه، هبذر الحب، جت مطره ما جاتش مطره، جت اعاصير ما جاتش اعاصير، في محصول ما فيش محصول، انا هعمل اللي عليا خلاص، والرزق على الله. دكتور محمد البرادعي لا يستطيع ان يفعل شيئا لوحده. لو كان نبيا قيمة له اذا كان نبيا بلا اتباع. اما اذا تحرك الناس معه فمن الممكن ان يتغير مستقبل مصر لمدة 100 سنة الى الان. في بعض العقبات القانونيه وغير ذلك لا توجد عقبات إذا تحرك الشعب. إذا تحرك الشعب المصري فلا شيء يستطيع أن يوقفه. أما إذا لم يتحرك الناس فحتى لو لم توجد عقبات قانونية ستظل الأمور كما هي، بل ستظل تتدهور أكثر وأكثر. تفتكر إيه الجديد إيه اللي ممكن يضيفه محمد البرادعي بتضامنه مع أو يعني في قيادة حملة التغيير مع بعض القوى الوطنية؟ إيه اللي ممكن نتوقع إنه يحصل في الفترة الجاية؟ الدكتور محمد البرادعي مؤهل علميا، فهو حاصل على أعلى شهادات في القانون، وعمليا أنه رجل يمارس السياسة منذ 40. في حدث اليوم أنه غالبية الموجودين من غير المسيسين، وأن هناك فئات كبيرة من الناس العاديين الذين لم يعملوا في السياسة من قبل موجودين اليوم ويتفاعلون مع هذا الحدث. انت بتحرر وطن، انت بتحرر وطن، يا بلدعي مرحب بيك.